السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانتصار الأعظم والأكبر الذي نفخر به نحن المغاربة بعد الفوز طبيعة الحال والعبور إلى الدور الثاني هو حب الشعوب لنا. هذا الفريق الذي الجل يسميه وأنا أسميه فريق الساجدين، إن شاء الله الرحمن الرحيم سيعبر وينتصر على إسبانيا ويعبر إن شاء الله، ولما لا نصل إلى النهائي إن شاء الله الرحمن الرحيم. ما دامت هذه اللحمة بيننا وهذا الحب، فريق كأنه أسرة، كما جميع اللاعبين يقولون أننا نحن أسرة واحدة. هذا المدرب سيرقراقي جعل من هذا المنتخب أسرة، ليس مدرب وليس لاعبون هذا من فرنسا وهذا من لا، هذا فريق أصبحوا كأنهم يعيشون منذ طفولتهم مع بعضهم، كأنهم جيران كبروا في حي واحد وفي حمى واحدة. هذه اللحمة التي نجدها بينهم عجيبة، جعلت العالم العربي كله يعني يفخر بهذا المنتخب ويفخر بهذا بالمغرب شعبا وملكا. عجيب أمر هذا المنتخب، وعجيب أمر هذا الشعب، عجيب أمر هذا المرافقون، هذا المشجعون، هذا الجمهور المغربي. عجيب أمر هذا، عجيب أمر المغاربة. أنا مغربي وأفتخر بأنني مغربي، ودائما أفتخر بأنني مغربي، لأن المغرب ليس فقط دولة على الخريطة، لا، هو أمة لها جذور عريقة في التاريخ، ولنا يعني من حكمونا هم أشرف خلق من مشى على الأرض، فهم من النسب الشريف من آل البيت، والحمد لله رب العالمين. نحن أمة جعلنا العالم كله ينظر إلينا بعين أخرى، حتى الذين لم كانوا يكرهوننا أصبحوا بعد الانتصار أصبحوا يتحدثون عنا بكلام حلو وعذب. كنا نسمع منهم شتائم واستصغار واحتقار، أصبحوا اليوم يتحدثون عنا بشكل عجيب، بشكل لم نعهد منهم منذ، أنا لا أذكر منذ متى، ولكن لعله منذ أن كان في عهد محمد الخامس رحمه الله، عندما كان هناك نضال. عرفتم على من أتكلم، ولكن أنا حب الشعوب العربية للمغرب هذا أكبر ربحناه في هذا المونديال. فقط لو إن شاء الله نمر إلى النهائي سيكون أمر رائع، تكون سابقة وبمدرب مغربي والله العظيم أعجز عن الكلام مع هذا المنتخب الساجدين الذين برهنوا على أننا أمة مسلمة، أمة موحدة، والحمد لله. السلام عليكم.